بس على فكره انا مش محتاج الزاويه دي لو انت شخص السلام عليكم يا رجاله. هنتكلم النهارده على تمرين من اهم تمارين الرجلين، ليج اكستنشن. التمرين ده مهم جدا، غالبا بنبدا بيه بس مش دايما. اول حاجه بتاكد وانا قاعد ان رجلي هنا مش محشوره في الجهاز، يعني وانا نازل كده ما الاقيش رجلي محشوره. يعني لو انا لقيت نفسي بالوضع ده، حزات العلاج رجلي هنا محشوره، لا كده مش وضع مش مناسب، محتاج اطلع الدكه قدام. واعرف ازاي الدكه مناسبه او مش مناسبه برضه ان انا ظهري يكون مرتاح. لو انا قاعد كده ولقيت القطنيه هنا ظهري مهوي مش مرتاح، هعرف ان انا لازم اطلع الدكه شويه بالشكل ده كده. انا ظهري مرتاح كله، وفي نفس الوقت هنا مش مضغوط على رجلي. ممكن اطلعه ظهري كمان قدام كده، مناسب جدا. البقره هنا لازم اتاكد ان ما تبقاش تحت زياده على اللزوم. يعني انا ممكن اجي اطلع كده اهو، بص البقره بقت فين، لا كده طبعا تحت زياده على اللزوم، بقت محمله على المشط من قدام. انا محتاج البقره بالظبط تبقى على المنطقه دي كده بالظبط. ممكن تبقى هنا ماشي، وممكن تبقى فوق شويه ماشي، قشطه الاثنين صح، بس طبعا ما تبقاش هنا زياده وما تبقاش فوق زياده. فانا لو على جسمي انا هظبطها، هروح مطلعها كده بالشكل ده تمام، بحيث تتيح لي وانا طالع ان مشط رجلي اقدر اسحبه كده لفوق. كده وضعي مناسب جدا. هبدا انزل، نزلت اهو، المنطقه هنا مرتاحه، الطلعه بتاعتي سريعه نسبيا والنازله هاديه نسبيا وفيها تحكم. فوق يا رجاله مش محتاج ان افرد خالص كده، في ناس الاقيها بتفرد خالص كده لفوق، انا مش محتاج، انا كده حملت على الركبه على الفاضي بس. لكن انا كل اللي محتاجه اصلا انا بطلع كده لحد هنا بس كفايه، ومحافظ على رجلي هنا ومحافظ على مشط مشدود اهو اهو، واحد ولا اتنين، فوق الزفير وتحت الشهيق. واتاكد حاجه تانية برضه بشوفها غلط، ان دايما تلاقي ناس راحت مريحه خالص بحيث الوزن هنا ريح على بعضيه خالص. انا كده فصلت الحمل على العضله، انا محتاج اخلي العضله في وضع شد مستمر طول ما انا نازل وطول ما انا طالع. فانا الوزن هنا ما اخلوش يحمل خالص، ما اخليش الوزن يريح مني، لا انا متحكم فيه لحد نقطه النهايه قبل ما يحمل الوزن اهو. ادي واحد وادي اتنين. طيب رجليه، لو انا حاطط رجليه بالشكل ده 11 موازين لبعض، او انا جبت رجليه 7 كده وانا قاعد، لو انا عملت رجليه اهو ورحت موسعها خالص وجبتها 7 بالشكل ده، ساعتها هيكون التاثير لجوه اكتر شويه بالشكل ده. رجليه 7 شايفين سبعتها ازاي، هيكون التاثير لجوه اهو، وبنفس الاداء وبنفس كل حاجه. بس على فكره انا مش محتاج الزاويه دي، لو انت شخص مبتدئ انت مش محتاج الزاويه دي، او انت محتاج الزاويه العامه اللي هي 11 بالشكل ده. لحد ما رجليها تعمل زاويه قايمه. لو انا شخص مستوى متقدم قشطه، انا ممكن انزل ومحافظ على رجلي هنا ومحافظ على مشط مشدود اهو.